وعدنا إليكم ونحن أيضا في مجال السينما، وكما قلنا سنكون بلقاء خاص مع المخرج السوري ابن جولان سليم أبو جبل حول فيلمه الأول رشمية وفوزه بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان دبي للأفلام الطويلة. ومساء الخير سليم. مساء الخير مقبولي. هيك أول شيء حطنا بالصورة تحركاتك ونشاطاتك الأخيرة من بعد دبي. بعد مهرجان دبي وبعد ما انه الفيلم يعني حصل على جائزة لجنة التحكيم، حاليا يعني بعمل على انه الفيلم يوصل لمهرجانات اخرى في العالم، وهذا التركيز حاليا انه يعني بعد جولة العروض طبعا المحلية اللي المفروض تكون كمان في رام الله، في حيفا، في عكا، في بيت لحم، في جنين، في كل مكان في جولة عروض عالمية في مهرجانات مختلفة في العالم. سليم، يعني فيلمك الأول رشمية يفوز بجائزة هامة، يعني ما هو شعورك؟ هذه المحطة ماذا تعني لك أنك منذ البداية وضعت نفسك في مكان تبع التقدير من قبل طبعا لجنة التحكيم، ليست أي شيء، يعني هذه جائزة خاصة جدا. صحيح، هي جائزة مهمة، يعني الحصول على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان دبي، وهو مهرجان يعني أصبح يوضع على الخارطة كما أحد المهرجانات المهمة في المنطقة، المهرجانات العربية. ولكن يعني أنا بشتغل بالسينما من فترة، ولكن مش بدور مخرج ولا بدور يعني اختيار الممثلين في الإنتاج وفي كتابة السيناريو. ووصولي للعمل في الأفلام الوثائقية جاء من خلال الصحافة، يعني كنت أشتغل صحفي في أحد الجرائد المحلية في حيفا، وهيك وصلت إلى القصة، وبالتالي دخولي إلى السينما جاء من خلال الصحافة. وبالتالي الفيلم الوثائقي يعني هو تطوير لقصة صحفية، لأن القصة فعلا هي قصة قوية وفيها شخصيات جذابة جدا. يعني لكن عمليا هذا الفيلم هو باعتبار زي بيبي، زي طفلك الخاص، يعني هو ليس فقط أنت جزء من العمل مثل أعمال أخرى، أنه هون أنت صاحب الفكرة، أنت وصلت إلى مكان مميز. نتحدث عن الفيلم، فعل يعتبر ولادي معين لك؟ أكيد، لأنه بداية العمل على الفيلم يعني بدأت من خلال التقرير الصحفي كبحث، وفيما بعد من خلال التصوير اللي أنا قمت فيه بنفسي، لأنه يعني من غير أي ميزانيات صعب نقوم بأي عمل سينمائي وأي عمل تصوير وعلى مدى طويل. على مدى طويل طبعا، من غير طاقم، من غير يعني إمكانيات يعني استئجار معدات وطاقم مساعد. فكان الحل عندي إنه أقوم بالتصوير بنفسي وعلى مدى 4 سنوات، بدءا من 2005 لحد 2008 2009 صورت الشخصيات من غير أي مساعدة طاقم، وبالتالي هي فعلا كانت مرحلة طويلة جدا. احكي لنا أكثر عن الفيلم، عن شخصيات الفيلم، عن الاسم رشمية. رشمية هو اسم وادي في منطقة حيفا، يعني الاسم اسم أرامي، ويعني رأس النبع، يعني روش رأس ومية الماء، رأس الماء ورأس النبع، لأنه هذا الوادي هو وادي على ما يبدو كان في جريان ماء في السابق في سنوات يعني قديمة جدا. والاسم ما زال اسم رشمية يعني إذا أنت بدك تقرب المنطقة للحيفويين واللي بيعرفوا حيفا، وين موجود وادي رشمية وشو صار محله؟ يعني حاليا المكان الوادي في شارع اللي بيوصل ما بين منطقة شط البحر والكرمل، هو تماما يقع تحت يعني كينيون، جراند كينيون، وجهته الشرقية هي الحليصة، جهته الغربية هو الهدار، فهو في منتصف المدينة عمليا. وعمليا العائلة اللي هن شخصيات الفيلم مسنين يعيشان هناك منذ أعوام طويلة إلى أن تقرر بلدية حيفا أنها تريد شق هذا الشارع. أكيد الشخصيات هن أصلا لاجئين من سنوات 48، يعني شخصية الرجل الزوج هو لاجئ من وادي الصليب ويقيم في الوادي من عام 1956. زوجته كمان لاجئة من منطقة اللد، ويعني كمان مقيمة معه من سنوات طويلة، وموجودين في كوخ، وهذا الكوخ يعني يشبه خيمة اللاجئ الفلسطيني، الخيمة اللي ما تحولت لبيت اسمنت. وبالتالي كانوا منسيين في هذا الوادي، وبلدية حيفا يعني تغض الطرف عنهم، لأنه مش معنيه إنه بمعنى ما عندها استعداد تتعامل معهم كمواطنين، ولكن في الوقت اللي احتاجت المكان إنها تشق شارع في الوادي، فكان في عندها ضرورة أن تخليهم وتهتم فيهم، أو بمعنى تشوفهم كأشخاص موجودين. وأنت رافقت يعني هؤلاء يعني هذان المسنين في لمدة طويلة حتى تنفيذ التجريف وهدم البيت. أكيد، يعني بالبداية كانت يعني بداية عملي على الفيلم كانت ضمن حملة إعلامية لمنع الهدم، لأنه طبعا
باعتبار تعرفت عليهم من خلال تقرير صحفي وتواجدت في المكان لمدة طويلة وكنت أزورهم. فوقت ما كان فعلا حسينا راح يصير الهدم فبدأنا نجند الصحافي المحلية والصحافي العبرية حتى يكون فعلا في هناك ضجة إعلامية. نعم سليم، خلينا نسمع هيك بس صوت الشخصيات اللي موجودة بالفيلم. لحظة شوي. تجي في عامة تلقى هالبرتقال هالمية. احنا كان عندنا قصر، مش كان عندنا بركية ولا دار، قصر. حاكم معكو حاكم معكو يا بموتون يا بايشون. نعم سليم، يعني نعم. يمكن هاي جملة الرجل يا بموت هون يا بعيش هون، ماذا كان مصير الشخصيات في نهاية يعني هذا المسار؟ يعني هو كان فعلا الاقتلاع، لأنه بلدية حيفا أصرت على إخلاءهم من المكان وخروجهم من الكوخ إلى مكان آخر، إلى شقة أخرى يعني. يعني هل تفرقوا، هل بقيوا معا بعد هذه التجربة؟ يعني أنا بفضل أخلي نهاية الفيلم للمشاهدة، ولكن يعني بالتأكيد هم يعني كزوجين كملوا حياتهم مع بعض. نعم، إني أصلا يعني بالفيلم هن شخصيات فريدة من نوعها، يعني كمن اقتطع من النكبة وجد لنفسه جزيرة عاش بها إلى أن جاءت البلدية وقررت أن تقض مضجع هاي العائلة. فبدي أسألك يعني 70 دقيقة، هذا فيلم طويل صحيح، يعني طويل، وهذا بقول انه انت اتبعت نمط اخراجي ممكن يكون بطيء، وبالرغم من ذلك لجنة التحكيم اعجبت جدا بالفيلم. يعني احكي لنا اول شيء ليش اللجنة اعطتك الهاي، وكمان عن الستايل تبعك بتناول القصة. يعني باعتبار هني شخصين مسنين حياتهم كانت بطيئة جدا، هني مش متصلين مع العالم من خلال التلفزيون او من خلال الكهرباء او ماء، يعني فبالتالي حياتهم فيها كثير من الصمت والانتظار، وايقاع الفيلم يعني تبع حياتهم بهذه الطريقه، فبالتالي يعني المشاهد هي فعلا طويله، ولكن من خلال تصويري ل4 سنوات فبنشوف انه في اشياء تتطور واحداث تتطور يعني مع العالم الخارجي اللي بيحاول انه يدخل الى عالمهم الخاص، وكمان بين بعض، لانه كل شخص طبعا لما يصير في حادث من هذا النوع او في حدث راح يصير في عنده طبعا تفكير مختلف وفي عنده قرار مختلف. فلجنة التحكيم شافت انه في هون شيء سينمائي مش مجرد رواية قصة، لانه التصوير كان فعلا يرصد حياتهم كما هي يعني دون اي تدخل. وانا لجأت للتصوير اللي هو بمعنى التصوير المراقبي، الكاميرا ترصد ما يجري وبعيدا عن المقابلات التقليدية والكلاسيكية، ويعني اقتراب الشخصيات من حياتهم الواقعية، انه يكونوا فعلا شخصيات سينمائية وكأنما هم ممثلين في فيلم. كانت الحدود فعلا غير واضحة، فلجنة التحكيم بتخيل انه شافت انه في هون عمل اللي بيجيب الحياة كما هي دون اي تدخل، واللي ساعد كمان انه الشخصيات فتحت لي بحياتها وانا قدرت اصور حياتهم بشكل تلقائي. يعني انت طورت ثقة معها. اكيد، وهن كانوا تلقائيين، لانه بالنسبه لهم الكاميرا هي شيء يعني لا يزعجهم، يعني ما بيتعاملوا معه بشكل غير اعتيادي او بيخليهم مرتبكين. ما في تمثيل يعني ابدا. لا اكيد تلقائيا، يعني انا حتى ما سالتهم اي سؤال او ما طلبت منه اي طلب خاص يعملوا شيء مختلف. انا كنت اصور اللي يصير، ومن هذا فعلا انا بعدين لما عملت المونتاج ركبت المشاهد بطريقه ان تروي القصه بشكل كمان طبيعي، يعني من بدايه الحدث لنهايته. هني شافوا الفيلم ولا ما بيهتموا؟ يعني هني شافوا الفيلم بس يعني بالاخر ما عندهم اهتمام، لانه هني منقطعين عن هذا العالم. بس انا حابب ارجع على فعلا قصه انه هني موجودين في هذا المكان المنعزل، كانما فلسطين اللي بنعرفها في 48 بقيت هناك، يعني بمعنى هاي الجنة اللي يعني هن عمليا مش مرتبطين بهذا العالم الحديث، بيعيشوا من خلال الزراعة بالحديقة حول البيت، بالعلاقة مع الطبيعة. يعني وحواليه جراند كانيون وعمارات أكيد، ولكن هن في قعر الوادي، وبالتالي مش شايفين هذا العالم ومش معنيين يشوفوه كمان، يعني حابين يعيشوا بهذا الهدوء اللي هم فيه. بالنسبة لي القصة كانت كمان هي التهجير الثاني، يعني التهجير الأول في 48، ولكن التهجير الثاني لما يحدث في هدم الكوخ، وهذا يعني اللاجئ الفلسطيني ملاحق يعني حتى ولا بعد 60 سنة.
نعم، يعني حتى لو هو تجاهل النكبة، تجاهل ما حوله وما حدث، لكن هذا لا يعني أن السلطات تتركه وشأنه. أنت في حديثك سليم أيضا تعرضت وتحدثت عن قضية صعوبة الإنتاج وقضية الموارد، وأنه أول شيء أنت نفسك فوزك بناقض هذه القصة، وإن كأنه لا تحتاج إلى شركة خلفك أو أموال طائلة، وتفوز بجائزة رفيعة بجهد، طبعا جهد هو جهد زخم جدا جدا على مدار سنوات، ولكن ليس جهد مالي كما تقوم الشركات الإنتاج الكبيرة. هو مثال للسينما المستقلة أو السينما التي لا تتعامل مع التمويل أو لا تنتظر التمويل. يعني بعتقد أنه أي شخص حاليا ممكن في فلسطين صحفي أو مهتم في السينما أو معني يعمل فيلم، في قصص كثيرة جدا، فهل راح يمسك كاميرا ويصور ما يستنى حدا، ولا فعلا راح يطلب تمويل وبعدين يصور الفيلم؟ يعني فأنا لجأت للطريقة الأولى، أنه أنا مجرد وجود الكاميرا كان بالنسبة لي الفيلم بدأ والتصوير بدأ. يعني وبمنطقتنا يعني أكيد أنا في حالتي خياري كان أنه ما أبحث عن تمويل إسرائيلي وأبدأ العمل على تصوير الفيلم بقواي ذاتية، وبعدين ممكن في المراحل الأخيرة يكون في تمويل اللي يساعدني أنهي المونتاج والعمليات ما بعد المونتاج. وفي مراحل معينة حصلت على الدعم؟ في مرحلة معينة بالطبع لما صار في عندي يعني مشاهد اللي قمت بمونتاجها وجهات الدعم في العالم العربي يعني شافت المادة الممنتجة، فكان في عندهم قبول لأنه الفيلم أعجبهم وشخصيات، وبالتالي كان في دعم. هل وضعت يدك يعني على خطك كمخرج؟ أنا أعرف أنك ستستمر في الأفلام وفي العمل الوثائقي، ولكن بأي خط، بأي قصص؟ بعتقد انه قصص الناس البسطاء، القصص التي لا يراها احد، يعني لانه نشرات الاخبار بتفرجينا القصص اللي بتصير فعلا بالاحداث، ولكن في اشخاص فعلا يعني ما بنعرف قصصهم، وبالتالي بفكر انه في عنا واجب انه نارشف هاي القصص. لانه على سبيل المثال قصة رشمية لو ما تم التصوير كانوا الاشخاص فعلا مش موجودين بمادة فيلمية مؤرشفة، وبالتالي راح ننساهم مش راح يكونوا موجودين. بعتقد في كثير شخصيات يعني حاليا في غور الاردن او في النقب او في الجليل او في اي مكان، يعني حتى في العمر ممكن يكونوا كبار، ولكن عندهم قصص اللي نحن واجبنا نارشفها ونرويها، وهذا فعلا اللي بيشدني للعمل الوثائقي، العمل او رصد القصص الشخصية اللي منسية واللي موجودة على الهامش. يعني لو أخذنا موضوع الإنتاج، في عنا أكثر توجه لأفلام الدرامية، كنا بالوثائقي يعني في نقص برأيك أيضا، يعني لماذا؟ يعني هو في تاريخ السينما الفلسطينية أغلب المخرجين معظمهم بدأوا في الوثائقي وبعد ذلك تحولوا إلى الروائي، لأنه الروائي على ما يبدو هو اللي طبعا بده أكثر مبالغ وإنتاج وميزانيات، فبالتالي لما المخرج ينجح في الوثائقي بيتوجه للروائي. ولكن الوثائقي مشكلته حاليا إنه يعني الحدود ما بين الريبورتاج الصحفي الطويل والوثائقي القصة الحدود غير واضحة، ويعني بمعنى كمان في حالتين، حالة الأفلام في 48 وحالة الأفلام في الضفة الغربية وفي غزة. يعني ممكن نرصد كل حالة لحال، لأنه الجو الإخباري مسيطر على الأفلام الوثائقية في الضفة، ولكن الجو التمويلي بمعنى حاجة التمويل حتى إنتاج فيلم وثائقي في فلسطين 48 هي عمليا مشكلة، وبالتالي الإنتاج بيكون قليل. لو بدي أسألك شو بتحلم لكي يتطور عمل صحفيين وإعلاميين ومخرجين ليصل أكثر إلى مناطق مثل يعني خلينا نقول إلى مهرجانات وإلى كشف أوسع وأكبر بالعالم؟ نحن فعلا كأشخاص نشتغل في السينما يعني ومخرجين اللي فعلا لسه كمان ما عملوا أفلامهم بيستنوا حتى يعملوها. المشكلة الأساسية هي فعلا هي صندوق الدعم الفلسطيني، بمعنى لأنه هوية الأفلام هي فلسطينية. طبعا في مخرجين بيحصلوا على تمويل إسرائيلي وهذا طبعا من حقهم دفع ضرائب وإلى آخره، ولكن بفكر في مجموعة كبيرة جدا. يعني القضية هي أقل من التمويل، قضية تحرر من سطوة الممول أيا كان يعني. أكيد، ولكن في حالة بالذات إسرائيلي. نعم، ولكن في حالة وجود صندوق دعم يعني لا يفرض شروط إذا كان فلسطيني أو عربي، فبالتالي بتخيل الأمور بتكون أسهل وبيكون في فرص لصناعة أفلام وثائقية اللي فعلا تحكي قصتنا بشكل جديد ومختلف، وكمان في المستوى السينمائي مش مجرد رواية قصة كريبورتاج صحفي اللي ممكن نشوفها في التلفزيون كشيء إخباري. نعم. سليم، أفلامك القادمة وأنا أعرف أنك تعمل على أمور جديدة. يعني حاليا في عندي قصة عن الجولان اللي بحاول أصورها وأشتغل عليها، وكمان في قصة أخرى وثائقية بخصوص عالمة آثار بريطانية يعني اشتغلت في فلسطين في سنوات الثلاثينات.
إذا يعني أنت مستمر على قدم وساق، وأيضا رشمية بعد بدنا نشوفه ونشوف هاي القصة المثيرة جدا جدا. سليم أبو جبل، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء معنا، ونأمل دايما زي ما بقولوا فقط بالمناسبات اللي مثل هيك إنه نلتقي اللي بيكون فيها فوز وإنجاز وتحقيق لمشاريع أو إنجاز لمشاريع. شكرا لك سليم. شكرا لك مقبولي، وشكرا لراديو الشمس. سلامات. مع السلامة. ورد منهم جواب وحبيبي ثغر يقولي يا نومك عيوني